أريد مسجد إذا احترقت مصر لم يحترق، وإذا غرقت لم يغرق. دي الكلمات اللي قالها أحمد بن طولون، المهندس اللي بنى المسجد بتاعه اللي احنا موجودين فيه دلوقتي، واحد من أجمل المساجد اللي موجودة في مصر وأقدمها على الإطلاق. لكن إيه قصته بقى، واتبنى ليه واتبنى إزاي، ومين هو أحمد بن طولون؟ ده اللي احنا هنعرفه مع بعض النهاردة. خليكم معانا ويلا بينا نحكي الحكاية. حلقتنا النهاردة من الحلقات الجميلة والدسمة جدا، لأننا بنتكلم عن شخص أكيد عظيم، وإلا ما كانش اسمه اتخلد في التاريخ لأكتر من 1000 سنة، ولكنه برضه من الأشخاص المختلف عليها جدا، وهو الأمير أحمد بن طولون، صاحب أول دولة مستقلة في مصر منذ أيام البطالمة. لما تسمع كلام المؤرخين عنه هتعرف هو فعلا كان مختلف عليه قد إيه. فقال عنه ابن الأثير إنه كان عاقلا حازما، كثير المعروف، كثير الصدقات، متدين يحب العلماء وأهل الدين، وعمل كثيرا من أعمال البر وصالح المسلمين. أما بقى الإمام الذهبي قال عنه: كان بطلا مشجاعا، مقدام، مهيبا، سائسا جوادا، من دهاة الملوك، لكنه سفاكا للدماء، جبارا، في عهده قتل 18,000 شخص. واتقال عنه على لسان مصطفى صادق الرفعي: كان له يد مع الملائكة ضارعة، ويد مع الشياطين ضاربة. يعني بالبلدي كده، لحظة متدين جدا، وفي لحظة سفاح جدا. أما ابن تغري فقال عنه: وكانت جميع خصال ابن طولون محمودة، إلا إنه كان حاد الخلق والمزاج، فلما ولي مصر والشام ظلم كثيرا وتعسف وسفك كثيرا من الدماء. ندخل على طول بقى في صلب الحدوتة، واسيب الحكم ليك إذا كان كويس ولا وحش. الحكاية ابتدت في بغداد عاصمة الدولة العباسية في النص التاني من القرن الثالث الهجري، والفترة دي اتعرفت بالعصر العباسي التاني، لأن الخلفاء ما كانوش أقوياء عكس العصر العباسي الأول، واللي من أشهر ملوكه كان هارون الرشيد والمأمون. ومع ضعف الخلفاء العباسيين ونقص العنصر العربي في البلاط الملكي في الوقت دوت، كان نفوذ القادة الأتراك متزايد جدا، واللي بنى لهم الخليفة المعتصم بالله مدينة خاصة ليهم بالقرب من العاصمة بغداد، وسماها سمراء، ومعناها سر من رأى. واهتم العباسيين بيهم جدا، وكانوا بيشتروهم من وسط آسيا ويدربوهم وبيكونوا بيهم جيوشهم. ومع ازدياد قوتهم بقوا هم اللي بيسيطروا على الدولة، وكمان على الخليفة نفسه. وعلى رأي المثل: المال السايب بيعلم السرقة. ده كان فعلا الوضع في بغداد. توحش القادة الترك كان مبالغ فيه في كل حاجة، وكل القادة عايزين يفضلوا بالقرب من دار الخليفة علشان يفضلوا دايما في دايرة الأحداث. دي كانت صورة عامة عن حالة وقوة الترك في الدولة العباسية في الوقت دوت، واللي هنسيبها دلوقتي ونرجع لها بعد شوية عشان نربطها بأحداث قصتنا النهاردة. ونرجع بالزمن شوية، وفي عهد الخليفة العباسي المأمون جه للخليفة هدية من أحد ولاته في منطقة ما وراء النهر أو آسيا الوسطى، وهي كانت مجموعة من المماليك الشبان، في وسطهم واحد اسمه طولون. اتربى طولون في وسط المماليك عادي جدا، ولكنه كان ذكي ومخلص جدا للخليفة، والخليفة كان فعلا بيحبه. وفضل طولون يتدرج في المناصب لحد ما وصل لمنصب مهم جدا، وهو أمير الستر الخليفتي، وهو كده حاجة زي النهاردة معناها رئيس الحرس الجمهوري. فضل طولون في منصبه لمدة 20 سنة، وفي أثناء هذه الأحداث ربنا بيرزق طولون بولد بيسميه أحمد، بطل حدوتة النهاردة. وبجانب التربية العسكرية اللي بيتربى عليها كل المماليك، اهتم طولون بنشأة ابنه دينيا، فحاول إنه يبعده عن أجواء المؤامرات والفساد بإنه يفقهه في الدين والسيرة والحديث. وفعلا أحمد بيكبر وهو عنده استياء من أبناء جنسه من الأتراك، لأن شافوا منهم من همجية ومؤامرات ومحاولات للاستيلاء على الحكم. وأول ما بيتعين في خدمة الدولة طلب تعيينه في أي مدينة حدودية عشان يكون هو خط الدفاع الأول في مواجهة العدو. وفعلا بيتعين في مدينة طرسوس في شمال بلاد الشام، اللي هي النهاردة جنوب تركيا، وهي كانت فعلا أول مدينة بتواجه الروم. وبعده عن مراكز الصراعات
خلى عنده وقت لحضور مجالس العلم والفقه والحديث والأدب مع رجال الدين والعلماء في المدينة. الكلام ده كله كان أحمد بن طولون لسه متمش 20 سنة. انت متخيل معايا ان فكرة اعداد قائد يقود مدينة ومن بعديها دولة كانت بتبتدي من امتى في الزمن دوت؟ وفي الوقت ده بيتجوز احمد بن طولون من بنت احد اهم القادة الاتراك واسمه يرجوخ. وفي سنة 240 هجريا بيموت طولون والد احمد. ولكن رب ضارة نافعة، فمع موت طولون بيتولى احمد مكان ابوه امير الستر الخليفتي. وكان عكس اغلب القادة الاتراك، كان بيحترم الخليفة ويعامله بأدب، وكان كل القادة والقصر الملكي بيكونوا له احترام. وفي مرة أم الخليفة المعتز بالله، قبل المعتز بالله ما يمسك الحكم طبعا، عرضت على ابن طولون إنه يقتل الخليفة المستعين بالله مقابل إنه يتولى حكم ولاية من الولايات. لكن ابن طولون رفض الأمر لأنه خيانة للأمانة. هو أي نعم بعد كده القادة الأتراك خلعوا المستعين بالله وقتلوه، لكن أحمد بن طولون ما اشتركش معاهم في المؤامرة ديت. وبالرغم من كده مفيش أي حد من القادة دولت حاول إن هو ينقلب على أحمد أو حتى إن هو يأذيه، وكان كل الأتراك بيكونوا له كل الاحترام. ومن العادات اللي كانت متبعة في الوقت دوت في الخلافة العباسية إن لما الخليفة يعين والي على ولاية أو بلد، الوالي دوت ما بيروحش يمسك البلد بنفسه، وإنما بيبعت مندوب عنه يحكم باسمه عشان الوالي يفضل بالقرب من الخليفة، عشان يفضل في بؤرة الأحداث، عشان محدش ينقلب عليه أو يتآمر على قتله زي ما قلنا في المقدمة. وبتقول ولاية مصر القائد تركي اسمه بايكباك، وبالصدفة الراجل دوت كان جوز أم أحمد بن طولون، فبيبعت ابن طولون نائب عنه على مصر. بيوصل أحمد بن طولون مصر وهو عمره 33 سنة. بيلاقي الأوضاع هنا زي الزفت. أولا كده العباسيين كانوا عشان مفيش ولاية تبعهم تفكر في الاستقلال، كانوا بيقسموا السلطة جوه هذه الولاية بين أكتر من واحد. فكان أول اتنين بيصطدم بيهم ابن طولون في مصر هما ابن المدبر المسؤول عن الخراج، واللي كان بيتعامل مع مصر على إنها ملكية خاصة ليه، وكان عامل لنفسه كده جيش صغير على قده متكون من 100 مملوك مدربين تحت إمارته. والشخص التاني كان اسمه شقير وهو مسؤول البريد، وده كان ليه دور مهم جدا، وهو حاجة كده زي وزير الخارجية دلوقتي. غير بقى والي الإسكندرية اللي ما كانش شايف ابن طولون أصلا وبيتعامل منه للخليفة على طول، ووالي برقة اللي كانت تبع مصر في الوقت دوت، واللي كان بيتعامل مع الولاية بتاعته على إنها شبه مملكة خاصة بيه. ده غير بقى الانفلات الأمني وسوء الأحوال الاقتصادية والبنية التحتية اللي زي الزفت والجهل والفقر، يعني باكج كده على بعضه حاجة تسد النفس. فكان أول صدام بين ابن طولون وابن المدبر لما ابن المدبر بعت له مبلغ كبير من المال كهدية، لكن في الحقيقة عشان يشتريه بيه، لكن ابن طولون رفض الهدية. فعرف ابن المدبر إن هو قدام حد محترم صعب إنه يشتريه بفلوس. فابتدى ابن المدبر وشقير إن هما يراسلوا دار الخلافة في بغداد عشان يعزلوا أحمد بن طولون بحجة إن هو ضعيف وغير قادر على تحمل المسؤولية وحاجات من هذا القبيل يعني. لكن ابن طولون زي ما هو كان محترم ويعرف ربنا، كان برضه بيلعب سياسة صح قوي. فكان مجند ناس في قلب القصر العباسي يبعتوله الأخبار ويمنعوا وصول رسائل ابن المدبر والشقير لإيد الخليفة، ولو فرضا حاجة في الرسائل دي وصلت يلاقي اللي يرد عنه. وابتدى ابن طولون في التفكير في التخلص من أكتر اتنين مزعجين بالنسبة له، فطلب من ابن المدبر إنه يستلف منه الجند بتوعه عشان يساعدوه في بعض الأمور الخاصة بيه كوالي لمصر. وبعد كده أصدر قرار بالقبض على شقير واتهمه بإثارة الفتن، أي حاجة يعني. ومن كتر صدمة شقير بيموت من السكتة قبل حتى ما يتحبس. وبيقدر ابن طولون إن هو يطلع قرار من الخليفة بعزل ابن المدبر، لكن ابن المدبر بيرفض تنفيذ العزل، فبيأمر ابن طولون بحبسه. وبعد ما بيتخلص من أكتر اتنين كانوا مزعجين بالنسبة له في مصر، بيبدأ يشوف بقى البلد دي عايزة إيه وإزاي نبدأ نصلحها ومن أنهي ناحية. أول حاجة كده بسم الله الرحمن الرحيم نظام الضرايب. لقى إن ابن المدبر كان فارض ضرايب بالعبيط ملهاش لازمة، قام لاغي كل الكلام الفاضي دوت، وغير نظام دخول أموال الخراج للدولة، وعمل نظام رقابة داخلية في مؤسسات الدولة لمنع التلاعب.
ولغى كل الضرائب اللي كانت على كل المجالات التجارية والصناعية لتشجيع أصحاب رؤوس الأموال بالاستثمار في مصر لإنعاش الاقتصاد المصري. وعمل على زيادة الرقعة الزراعية بإنه ضم الأراضي اللي ملهاش صاحب لملكيته هو شخصيا، وتولى هو بنفسه زراعتها. وكمان استغل تمرد والي فلسطين على الخلافة العباسية وطلب من الخليفة إن هو اللي يصد التمرد دوت، وفعلا بينجح في كده. وده اللي خلاه يطلب من الخليفة العباسي تأسيس جيش لرد أي محاولات تمرد. وفعلا الخليفة العباسي بيوافق، وبسرعة رهيبة جدا بيكون أحمد بن طولون مكون جيش قوامه 100,000 مقاتل. اهتم بإنهم يكونوا من أجناس وأعراق مختلفة، عرب على أتراك على أفارقة، ودوت بسبب إن هو كان خايف إن التجربة العباسية مع القادة الترك تتكرر معاه هو شخصيا. وفي أثناء بقى كل هذه الإصلاحات الداخلية بيموت بيباك جوز أم أحمد بن طولون، وبيبدأ أحمد بن طولون في تجهيز نفسه عشان يرجع تاني على بغداد، لأن أكيد الوالي الجديد هيبعت مندوب عنه جديد. ولكن الصدفة بتلعب دورها مع أحمد بن طولون، صدفة ما تحصلش ولا حتى في السينما، إن الوالي الجديد يكون يرجوخ حمى أحمد بن طولون، فيبعت له رسالة يقول له فيها تسلم من نفسك إلى نفسك. وبيكمل أحمد بن طولون في منصبه عادي جدا، وبيكمل في الإصلاحات اللي كان فاتحها في مصر، وزود عليها بقى إصلاح طرق وشق ترع وتشجيع الصناعات المحلية، فالاقتصاد المصري بيبقى في السماء. ودوت بجانب تقوية الجيش اللي كل جندي فيه كان بيحب ابن طولون بسبب حسن معاملته ليهم زي أبوهم بالظبط، فولائهم كان ملوش حدود ليه، وكل واحد في جيشه عنده استعداد إن هو يموت فداء للقائد العظيم أحمد بن طولون. ده بجانب بقى إن أحمد بن طولون عمل حاجات جديدة ومبتكرة جدا، زي مثلا أوراق الهوية اللي هي نفس فكرة البطاقة دلوقتي، وأنشاء جهاز أمني لتأمين الحدود وكشف الجواسيس والمؤامرات، يعني حاجة كده زي المخابرات. والجهاز دوت ما كانش دوره أمني بس، وإنما كمان كان ليه دور مهم جدا بالنسبة لابن طولون، وهو مراقبة الأوضاع الداخلية في البلاد، يعني يشوف مشاكل الناس إيه اللي مضايقهم وتعبهم. والتقارير بتاعة الجهاز دوت بتوصل لأحمد بن طولون بنفسه، وهو اللي كان بيحل أي مشاكل بتواجه الشعب. وبعد موت يرجوخ بيطلع قرار من الخليفة بإن ابن طولون يبقى هو الوالي الفعلي لمصر. يعني كل اللي فات ده وهو خيال ظل مندوب عن الوالي بس. أمال بقى لما يبقى هو الوالي بنفسه هيعمل إيه؟ ابتدى بقى يأسس لنفسه عاصمة جديدة بين جبل المقطم وجبل يشكر، وأسماها القطائع، وبنى فيها الجامع العظيم ده على مساحة 27 فدان، وقصر ضخم جدا ليه. واتسمت العاصمة الجديدة بالقطائع لأن ابن طولون قطعها أو قسمها على العسكر بتوعه، وبقت كل قطيعة متسمية على اسم سكانها، زي قطيعة النوبة وقطيعة الروم وقطيعة الأتراك وهكذا. واتوسعت المدينة واتبنى فيها حمامات وإفران وطواحين وأسواق برضه بأسماء البضايع اللي بتتباع فيها، زي سوق الجزارين والعطارين والبقالين وهكذا برضه. وواجه أحمد بن طولون مجموعة من الحركات التمرد الداخلية، واجهها بقوة وقسوة شديدة جدا، وقدر يقضي عليها كلها. ومن الحركات التمردية دي، أو كما كان يعتقد قادة أحمد بن طولون، إن كان في قبائل إفريقية في جنوب صعيد مصر بتهاجم الناس والقوافل وتقطع طرق يعني. فظهر واحد في جنوب صعيد مصر اسمه العمري، كون جيش صغير لرد قطاع الطرق بس. فلما وصل جيش ابن طولون راح لهم العمري وقال لهم تمرد ايه بس، انا على العهد والولاء للحاكم. ده كان ناقص كمان يقول لهم انا هنا بعمل الدور اللي المفروض ان انتوا تعملوه من مكافحة الجريمة وتأمين الحدود الجنوبية للبلاد. لكن قائد جيش ابن طولون ما صدقش العمري وافتكره بيكذب لتجنب الحرب والإبادة يعني. وفعلا بيتقابل الجيشين، جيش ابن طولون وجيش العمري، والمفاجأة إن جيش العمري هو اللي بيكسب. ولما بيرجع قائد الجيش لأحمد بن طولون، أحمد بن طولون تقريبا بيكون فرحان فيه، وبيقول له أنت تستاهل الهزيمة عشان مصدقتش الراجل دوت وظلمته. وبيبقى العمري ده هو خط تأمين أحمد بن طولون في الجنوب، إلى أن يقتل العمري على إيد 2 من أتباعه، وبيجيبوا راسه لابن طولون كهدية، وهما ما يعرفوش علاقة الود اللي بينهم. فبيغضب أحمد بن طولون جدا وبيقتلهم، وبيكفن راس العمري وبيصلي عليه. خارجيا بقى كان حلم أحمد بن طولون تكوين دولة
تكون نواتها مصر، وكان أول أهدافه ضم الشام لحكمه لكذا سبب. أولهم الاستفادة من موارد الشام، خصوصا الأخشاب اللي هتساعده جدا، خصوصا إن هو كان ابتدى في إقامة الأسطول المصري. ثانيا تأمين حدود مصر من الحركات الانفصالية على الخلافة. تالت حاجة بقى وأهم حاجة، فاكرين لما قلنا في الأول إن هو كان قاعد في طرسوس في أول حياته؟ فهو عارف يعني إيه خطر الروم، وفعلا بيطلب من الخليفة إن هو يقوم بحماية الثغور الشمالية في طرسوس من الروم. وفعلا بيتحرك بجيشه على الشام، وبيضم كل المدن اللي تقابله سلطته، وبيعين عليها حد من طرفه لحد ما يوصل طرسوس فعلا ويعسكر فيها. وبسبب كبر جيشه وموارد المدينة المحدودة وزيادة الطلب على السلع، الأسعار بترتفع بطريقة مجنونة فعلا. فأهل طرسوس بيطلبوا من ابن طولون إن هو يسحب جيشه ويخرج من المدينة، فبيستجيب ليهم، لكنه بيفكر لو انسحب بجيشه مرة واحدة يمكن دوت يخلي الروم يفتكروا إن هو انسحب خوفا منهم. فبيشيع بين الناس إن أهل طرسوس هم اللي صاروا على جيشه وأجبروهم على الخروج، ونشر الكلام دوت علانية. ولما وصل خبر خروج جيش ابن طولون بالطريقة دي لإمبراطور الروم، بيقول إذا كان جيش المسلمين ما قدرش على أهل المدينة هنقدر إحنا عليهم. وفعلا بيقرر عدم مهاجمتهم. وبعد سكون الأمور داخليا وخارجيا لابن طولون، بيفضل عنده واحد من أهم العقبات اللي واجهته في تاريخه كله، وهو عدو قوي جدا، وهو مش أي حد، ده أخو الخليفة نفسه وولي عهده. في الفترة دي كان الخليفة هو المعتمد على الله، وهو فعلا كان على الله حكايته، ضعيف الشخصية وجبان وملهوش أي لازمة. وكانت السلطة الفعلية في إيد أخوه الموفق بالله، اللي استغل الفراغ السياسي ما بين قادة الترك، فقدر إن هو يسيطر على الأمور وعليهم وعلى الخليفة نفسه. وبعد ما كان الخليفة تابع للقادة الأتراك بقى تابع لأخوه. وكان الموفق على عداء شديد جدا مع ابن طولون، اللي شايفه خطر على الخلافة العباسية، خصوصا بعد تأسيس دولة شبه مستقلة تضم مصر والشام، مع الحفاظ طبعا بالدعاء للخليفة العباسي على المنابر كإجراء شكلي كان متبع في الوقت دوت، ومع كتابة اسم الخليفة على العملة وإرسال بعض الضرائب لبغداد. وكانت بداية المشاكل بين الموفق وابن طولون لما بعت الموفق رسول لابن طولون يطلب منه فلوس وسلاح عشان يساعد جيش العباسيين في بعض حروبه اللي كانت مشتعلة في الوقت دوت. وكان ابن طولون هيبعت عادي، لكن الرسول دوت ما كانش مجرد رسول عادي، وإنما كان جاسوس بعته الموفق للتجسس على ابن طولون، ومعاه رسائل للفنون الحركات التمردية اللي كانت قامت قبل كده على ابن طولون. الغريب والمضحك في الأمر بقى إن الخليفة نفسه هو اللي بعت لابن طولون يحذره من أخوه. فبتقع الرسائل دي كلها في إيد ابن طولون، وبيعرف الخونة وبيقبض عليهم، وبيبعت للموفق رسالة شديدة اللهجة جدا. ومن هنا بتولع الحرب ما بينهم. يروح الموفق يجبر الخليفة على إنه هو يعزل ابن طولون من الشام، وبالتحديد من الحدود الشمالية اللي يجرأ الروم على مهاجمة بعض المدن فيها، فبترجع تاني تحت قيادة ابن طولون عشان خاطر يحميها. من الموفق كان بيحرض القادة الأتراك على مهاجمة المدن التابعة لسلطات أحمد بن طولون، فكان بيضطر ابن طولون إن هو يخرج عشان يواجههم ويثبت نفوذه على ممتلكاته. وفي إحدى المرات اللي خرج فيها ابن طولون للشام بتجيله ضربة محترمة قوي، ولكن المرة دي من جوه مصر، وهي انقلاب ابنه العباس عليه والاستيلاء على حكم مصر. ففورا بيرجع على مصر ويقضي على التمرد، ويجبر ابنه العباس على قتل أصدقائه ومعاونيه اللي حرضوه على التمرد. وبعد كده بيضربه قدام الناس كلها، وبيؤمر بحبسه، وبيفضل العباس في السجن وبيموت فيه خلال فترة حكم أخيه خمرويه. والصراع بين أحمد بن طولون والموفق كان حاجة غير، سواء في الجبهات الشامية أو في قلب مصر، بإرسال الموفق كمية جواسيس على ابن طولون غير طبيعية. وفي هذه الأثناء والحرب دايرة بينهم، بيفكر ابن طولون إنه يدي للموفق ضربة مميتة، بإنه بعت للخليفة يعرض عليه الهروب لمصر ونقل دار الخلافة للقطائع، وبالتالي الموفق مش هيبقى ليه أي لازمة وخارج على الحاكم لو فكر إن هو يواجه جيش ابن طولون اللي هيكون ساعتها هو جيش الخليفة. ده طبعا مع إضافة شرعية رهيبة لحكم ابن طولون. وفعلا بيستجيب الخليفة وبيخرج من بغداد متجه لمصر، لكن عيون الموفق بتعرف، ويتمكن الموفق من إعادة الخليفة لبغداد وتحديد إقامته.
وبتنتقل الحرب بينهم لمرحلة جديدة، وهي حاجة كده شبه الحرب الإعلامية. الموفق بيتهم ابن طولون بالخروج على الدولة، وابن طولون بيتهم الموفق بالعدوان على الخليفة. الاتنين بيأمروا بلعن بعض على المنابر علنا، وتأثير المنابر في الفترة دي هو نفس تأثير السوشيال ميديا دلوقتي. وبيعمل أحمد بن طولون اجتماع في دمشق مع كبار القادة والعلماء والفقهاء ورجال الدين عشان يعزل الموفق من ولاية العهد لأنه بيضر بالخليفة، ويتم الموافقة من الأغلبية. وبيوصل الصراع بينهم لحد مكة المكرمة لما بعت أحمد بن طولون كتيبة عشان خاطر بس تمنع الدعاء للموفق في الحرم المكي، لكنهم بيفشلوا، وبيتم الدعاء على أحمد بن طولون ولعنه على المنبر بتاع الحرم المكي. وبعد صراع طويل قوي بيقتنع الاتنين باستحالة إن أي حد فيهم ممكن يخلص على التاني، واتجهوا لفكرة الصلح وعهدة سلام ما بينهم. وفعلا بيتم الصلح، لكن مع بعض الشروط المتبادلة، زي اعتراف الخلافة العباسية بدولة ابن طولون وتوريث الحكم فيها لأبنائه. ولكن ابن طولون ما استمتعش بالصلح دوت كتير، لأنه كان في حملة لرد المتمردين في الشام، واتصاب بمرض غريب وتمت معالجته بشكل غير سليم، ولكنه وصل لمصر عشان تسعد روحه للي خلقها، وهو في وسط البلد اللي حبها وحبته عن عمر 48 سنة بس. وبيتم دفنه في جبل المقطم في مكان لا يعلمه الآن إلا الله. ولو كنت وصلت معايا لحد هنا يبقى أكيد الحلقة عجبتك، فما تنساش بقى اللايك والشير والسبسكرايب لو أول مرة تنورنا على القناة، وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد أول بأول. واستنونا في حلقة جديدة، وسلام.